علاقة أحمد شوبير مع جمهور النادي الأهلي هي أكتر علاقة توكسيك الواحد ممكن يكون شافها في حياته. ما أعتقدش إن في حد في تاريخ النادي الأهلي عمل اللي عمله شوبير، خصوصا مع جمهور النادي الأهلي، ومع ذلك لسه بيطبلوا له ولسه بيحبوه ولسه حاجات كتير قوي. بحبها لمي بحبها. طب خلاص طب خلاص. والقصة بتاعت شوبير ما خلصتش عند الجمهور أو حتى مع إدارة النادي الأهلي قبل كده، لا ده كمان امتدت لبعض النجوم ومنهم أبو تريكة، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا، ارزقنا يا رب. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كده طيبين وبخير، ويا رب دايما في افضل صحه، ودايما يا رب في افضل حال. احمد شوبير هو ايوب الكره المصريه، واحد من العاشقين الكبار جدا للنادي الاهلي. ومش بس كده، لا ده عنده برنامج في قناه النادي الاهلي اسمه حارس الاهلي، وهو البرنامج الرئيسي في القناه. وكلمه حارس الاهلي دي مش جايه من فراغ، ليه؟ لان هو كان حارس مرمى كبير في تاريخ النادي الاهلي، وكمان هو الحارس الامين على النادي الاهلي في الاعلام الرياضي المصري. وهل هو حارس الاهلي في الاعلام دي جاي من فراغ؟ لا، مستحيل. الكلمه دي جايه لانه لا يقبل ابدا في الاعلام ان حد يتطاول على النادي الاهلي او على اداره النادي الاهلي. اللي انا اقدر اعتبرهم دلوقتي عصابه موجوده في اداره النادي الاهلي. بلاش كلمة وأنا عصابة، أتحمل الله الكلام يخليك عشان هذا. خاطري، معلش لازم لا لو أقطع سمحت يا احمد، لو سمحت معلش لو برضه ده سمحت يا نادية، احمد. ودول أساتذتنا، ودول هذا ناس لهم كل احترام لا وتقدير ولهم كل معزة، خلاص فلازم انت اتفضل يا فندم. بس احمد أنا اتفضل اتفضل. لو سمحت انا حقول كلامي بعد اعقب براحتك. اتفضل. العصابه اللي موجوده في ظل وجودي انا رئيس فخري وقبل ما انسحب. انا اسف، معلش، عادي. وبرضه الراجل المستشار تركي آل الشيخ ما يقدرش يقول له تلت التلاته كام، فهو برضه لسه ستيل هو حارس الاهلي في الاعلام الرياضي، ما عدا مع ناس معينين، بس مش مشكله. طيب دي اداره هو كان بيحبها وكان دايما مساندها وواقف معاها. طيب لو بقى اداره احمد شوبير ما بيحبهاش ومش عاوز ان هم ينجحوا في الانتخابات، بيعمل معاهم ايه؟ هوصل معاك انه المعارضه حكمت النادي الاهلي، هوصل معاك وده وارد بنسبه كبيره، خلي بالك يعني احنا 50% 50%. ما اقدرش اقول لك انه في كفه ارجح من كفه، يعني المجلس ائتلافي الرئيس والقصه يعني. والناس والنبي ما تفهمنيش غلط او ما تقولش ان انا بهول، يعني عايز اقول للناس ارجعوا للي حصل لما ايوه في مصر. في مصر. ما دي وجهه نظرنا فعلا، صح. ارجعوا اتكلمنا كده وشوفوا لما الاخوان اللي قعدوا طول العمر يحلموا بالكرسي وبالمكان وخدوا حكم مصر، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في البلد من اولها لاخرها؟ البلد يعني كانت داخله على حرب اهليه. طيب احنا قلنا هو حارس الاهلي ما عدا مع ناس معينه، طيب هنزود عليهم كمان هو حارس الاهلي لو الاداره اللي موجوده على مزاجه. طب هل الموضوع وقف عند الادارات بس؟ لا يا معلم، ده كمان دخل على الجمهور. طبعا لازم نمر على اجسادهم، العيال دي لازم يتمر على اجسادها. 20 30 يعني اللي دخلوا دول، دي نمره واحد. نمره اتنين قالوا لهم الجيش والشعب والشرطه ايد واحده، وده برضو جديد، ودي مقدمه للي هيحصل فيهم باذن الله. المره الجايه بقى احنا هنطلب من الجماهير انها تعجنهم في المدرجات اهو بوضوح. الجايه بقى احنا هنطلب من الجماهير انها تعجنهم في المدرجات اهو بوضوح. طيب حارس الاهلي، معلش انا اسف، هنزود لها حاجه كمان، هو حارس الاهلي ما عدا مع ناس معينه، ولو الاداره اللي موجوده على مزاجه، ولو الجمهور اللي موجود على مزاجه. طب نخش بقى على اللعيبه. جماهير الاهلي طايره بمحمد ابو تريكه انه في اعلان القلعه الحمراء، وهذا شيء جميل. نجم كبير جدا يظل نجما محفورا في القلوب الحقيقه، محمد ابو تريكه بما قدمه للنادي الاهلي، وده اللي لينا الحقيقه، اللي لينا عند ابو تريكه، واللي ابو تريكه عندنا ليه رصيد، واحنا كمان بنحب هذا النجم بما قدمه لمنتخب بلاده، بما قدمه للنادي الاهلي، بعيدا بقى عن اي حاجه بقى وناس عماله تصطاد وناس عماله. هذا الكلام بصراحه ده مش محله ولا ابدا مكانه. ايوه كده بقى، اخيرا لقيت لك حاجه كويسه بتتكلم فيها عن حد. اكيد ابو تريكه راجل لعيب كبير ونجم كبير، وليه معزه خاصه وليه رصيد جاري كبير في قلوب كل الاهلاويه، ومستحيل ان الرصيد ده
يقل ابدا في يوم من الايام. سهرة ساخنة عنوانها ساخن جدا. محمد أبو تريكة خسر كثيرا اليوم. المتاجرة مش بكده، والحقيقة ما كنتش أعهد في أبو تريكة إنه بيتاجر، أنا متأسف جدا. اللعب على الوتر ده لا. فاللي عمل أبو تريكة قد يمحي كل ما قدمه للنادي الأهلي. اخر سؤال كابتن احمد شوبير، هل فقد ابو تريكة شعبيته؟ بدون شك اصلا. ما تزولناش معاك بقى يا عم. ما تزولناش معاك. يعني هو لعيب كبير وتاريخ كبير وليه رصيد كبير في قلوب جماهير النادي الاهلي، ولا هو خسر كتير من جمهور النادي الاهلي؟ بعدين ايه موضوع المتاجره ده؟ مش عيب تقول على واحد رمز ونجم من نجوم النادي الاهلي ان هو بيتاجر؟ يا اخي ده امير القلوب، تقول على امير القلوب كده. والكلام هنا مش تهكم على ابو تريكة، عشان عارف اللي هيخش يشتم دلوقتي. كلام هنا تهكم على موقف احمد شوبير المتناقض عليه. عشان بس لو بتفكر تشتم، وفر شتيمتك للشخص الصح، ما تجيش تشتمني انا بوري لك التناقض بتاعه في الكلام. يمكن تفهم. بس هو الاكيد ان شوبير هيكون متفق، او هو فعلا متفق، ان ابو تريكة لعيب كبير في تاريخ النادي الاهلي. ابو تريكة يقول الاهلي لا يساق، مجلس اداره النادي الاهلي يعمل بيان عشان ابو تريكة الاهلي لا يساق. مين ابو تريكة؟ لاعب من وسط الاف اللاعبين جه في تاريخ النادي الاهلي، جاب بطولات، كلنا جبنا بطولات. طب دلوقتي يا عم شوبير انت حيرتني معاك. انت حارس الاهلي ما عدا كام موقف كده جنب بعض، وابو تريكة لعيب كبير وبعد كده لعيب مش كبير، نجم وليه رصيد كبير في قلوب الاهلاويه، بعد كده لا، خسر كتير من شعبيته عند جمهور النادي الاهلي. فانت مين فيهم؟ الفكره ان انت كنت قلت حكمه قبل كده وانا رجعت ونصحتك بيها، وهي يا كذوبا كن ذكورا. بس انت ابتديت تعمل بيها، او الاعداد بتاعك ابتدى يفكرك بكلامك القديم. علشان كده انت كنت ناصح وما عدتهاش كده بالساهل، وجيت علقت على الموضوع ده والقصه دي وكلامك القديم في الموضوع ده يا شقي. وانا بقول له هذا النجم الكبير محمد ابو تريكة، ممكن الواحد طلع مره اتكلم ومرتين اتكلم وثلاث مرات اتكلم عليه وعلى غيره في موقف انتهى هذا الموقف. هتفضل بقى تحط فيديوهات وتجيب يا سيدي قلنا ما بننكرش، لكن خلاص كان موقف وراح لحاله، والدنيا كلها كده. هو ده الكلام يا عم شوبير. برافو عليك، شاطر، جدع، سقف. ابتديت تتعلم من الاخطاء السابقه بتاعتك يا معلم. وعلى رايك دي وجهات نظر يا معلم، واكيد انت ولا لبسته بقى في حاجات سياسيه ولا حاجات من الحاجات الحلوه دي. ده انت طيب وكيوت وغلبان. انا عاشق لابو تريكة اللاعب واكره ابو تريكة السياسي جدا. هنضحك على بعض، هو منتمي اليهم وبالتالي هو مشارك في تنفيذ اجندتهم. انا ما بعرفش الف وادور، لكنه بالتاكيد ابو تريكة ما انفعلش في مره لاستشهاد جندي او ضابط تماما، ما فرحش لنجاح المؤتمر الاقتصادي، ما زعلش لايقاف بطوله الدوري العام. لما يكون الوطن في محنه، لما يكون الوطن في ازمه، محتاج كل ابنائه. لما يكون في ابناء زي ابو تريكة وزي محمد صلاح وزي الناس الكبار دول اكتر ناس يبقوا في ظهر الوطن، في ظهر البلد. لكن لما ولادنا يموتوا على الجبهه بجد، ده اللي على الجبهه ده حميك وحميني طبعا، ولا ايه؟ لولا احنا ما نعيش. لما كرم القواديس دي وهذا الغدر وهذا الجبن، وما فيش كلمه، وانت في الناحيه الثانيه كلامك برضو في نوع من انواع يعني خلينا نتكلم بمنتهى الامانه. يعني لما يتذبح 21 مصري في ليبيا سكتم بكتم، لا، وانت في الناحيه الثانيه عمال يعني تتكلم وتقول. عارف لو ما اتكلمتش هنا وما اتكلمتش هنا، لو التزمت الصمت في كل الامور، برافو عليك. لكن انت بتتكلم هنا وما بتتكلمش هنا. ليه؟ انت مؤيد لده، ده ما ينفعش. يا نهار اسود. ده انت لبسته وسلمته تسليم اهالي، والوطن في محنه وهو ساب الوطن، واللي كان بيستشهد من الجيش ما كانش بيكتب اي حاجه عنه. يا راجل ده انت لو قاصد تركبه قطر 6 الا تلت مش هتعمل معاه كده. يا جدع يا جدع. من جماهير النادي الاهلي بتحب محمد ابو تريكة، لا عنده اتهام ولا عنده يحزنون. واحد يحط صوره تطلع الصوره غلط، واحد يحط خبر يطلع الخبر غلط. لما الدوله تقول ان الراجل ده متهم رسميا بكذا او بكذا، نبقى نبص في الكلام، لكنه مفيش حاجه تدين هذا النجم. ولما هو يا مؤمن مفيش اي حاجه عليه تدينه لغايه دلوقتي، انت اتشمللت وقلت الكلام ده عليه ليه؟ يا جدع ده انت سلمته تسليم اهالي ولبسته في اقرب حيطه. فيا استاذ يا اهلاوي، يا اللي بتتفرج دلوقتي، يا اللي شايفك بتحضر ايدك وعاوز تدخل تشتم، يا عم بدل ما تشتمني انا راجل بنقل لك اللي حصل، بنقل لك الراجل ده قال على ابو تريكة اللي انت بتحبه ايه، والراجل اللي قال على ابو تريكة اللي انت بتطبله لغايه دلوقتي موقفك معاه عامل ازاي لغايه دلوقتي، بتسيبه
وبتيجي تشتم العبد لله. طب انا مالي؟ اما بقى لو انت زملكاوي زي حالاتي، خليك قاعد كده من بعيد وحط رجل على رجل واقعد اتفرج على المشهد من بعيد، لان انا وانت عارفين ان هم كده كده بيشتغلوا بعض وبيضحكوا على بعض. وخلينا نشوف الفيلم اللي داير والقصه اللي دايره دي هتخلص على ايه. وازيدك من الشعر بيت بقى، ما تستغربش لو شوبير رجع يقلب تاني على ابو تريكه، بس يقلب على ابو تريكه ما يقلبش على ابو تريكه. هو غلط مره وقال ان شعبيته قلت، اكيد ما كررهاش تاني. شايف ان محمد ابو تريكة بيفقد شعبيته بسبب المواقف بقى خارج حساباتي، ده لعيب عظيم لحد ما كان لعيب، بعد لعيب لا، انا الا بلدك، ما حدش يلعب لك في بلد. يا اخي اديني فرصه اعرف ادافع بيها عنك. بس هقول لك على حاجه يا عم، ما تقلقش، كده كده الاهلاويه هيقوموا بالواجب وهيطلعوا لك مبررات ويدافعوا عنك، ومش بعيد يشتموني انا كمان في النص ويقعدوا يقولوا لي بقى مرتضى وشوبير قعدك في البيت، ويقعدوا يغيظوني ويفرحوا فيا ويشمتوا فيا ان انا بطلت كوره. عادي عادي، الحاجات دي شفتها كتير وعدت عليا كتير قوي. بس هقول ايه، ده انتوا بتبقوا شايفين الحقيقه قدام عينيكم وبرضه بتقولوا كلام عكس اللي انتوا مقتنعين بيه. برافو عليكم. بس هل انا بقى متفاجئ من الكلام اللي هو بيقوله على ابو تريكه والتناقض اللي بيقوله دلوقتي على عكس كلامه اللي بيقوله قبل كده؟ تناقض ايه يا معلم اللي انا بتفاجئ بيه يا معلم؟ ده بقى اخوه. صباح الفل، صباح الفل يا عم. بيسالني عن اخويا، قلت له ولا يفرق معايا، الف سلامه، باماني اهم، ما تفرقش معايا ليه؟ لكن يطلع عيلين ثلاثه بيقبضوا فلوس بمسارات، بيعلق اللي بيعلق صوره مرسي، اللي يعلق صوره، قول لي بالله عليك واحد معلق صوره علم تركيا، ده تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ علم تركيا وعلم قطر، ده تقول له ايه؟ وبعدين لازق فيهم العلم المصري، تقول عليه ايه؟ حتى لو كان اخوك تقول عليه ايه؟ تقول ان بلدي اهم، وتقول الناس دي للاسف الشديد للاسف الشديد خانوا البلد وخانوا الوطن حتى لو كان اخوك. السؤال هنا بقى اللي بيطرح نفسه وبقوه، انت كراجل بتعشق وبتحب حاجه اسمها محمد ابو تريكه، وشايفه لعيب كبير وليه تاريخ كبير ومؤثر مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، وشفت واحد زي شوبير قال عليه قبل كده كلام عامل ازاي، وكان عاوز يسلمه او كان عاوز ايه، وسلمه فعلا تسليم اهالي، وكان بيلبسه ولبسه فعلا في الحيطه. فانت بتعملها ازاي بتحب ابو تريكه وبتدافع عنه، وازاي بتحب شوبير وبرضه بتدافع عنه؟ بتعملها ازاي وبتقنع نفسك بيها ازاي؟ واقنعت نفسك برضه قبل كده بشوبير ازاي بعد الكلام اللي قاله قبل كده على التراس اهلاوي وعلى جمهور النادي الاهلي؟ اقنعني. بتقنع نفسك بينك وبين نفسك ازاي؟ وما تجيش تقول لي اصل دلوقتي اعلامي في النادي الاهلي وبيخدم مصالح النادي الاهلي والكلام ده كله، لان انت عارف وانا عارف ان هو مع اول قلم ومع اول قطر هيسيبك ويخلع ويجري وهيدور على مصلحته. فهتقول لي المصالح ممكن تتصالح، اقول لك ماشي، المصالح ممكن تتصالح بس مش مع اي حد. ده واحد زي ما قلت لك مسمي نفسه حارس الاهلي، ما عدا مع ناس معينه، يعني لو حاجه كبيره هيسيبك ويمشي. وقلت لك هو حارس الاهلي، ولكن لو الاداره مش على هواه هيطلع يلعن سلسفين ابو ام دي اداره. وهو حارس النادي الاهلي، ولكن لو جمهور النادي الاهلي مش على هواه هيطلع يقول عليهم زي ما انتوا عارفين بقى مخدرات وحشيش وحاجات كده من اللي قلبك يحبها، مش حابب ان انا اعيدها واتكلم فيها تاني. وهو حارس الاهلي، ولكن لو مصلحته ان هو يمسك لاعب ونجم من نجوم الاهلي، ان هو يمسكه يسلخه ويسلمه تسليم اهلي ويلبسه في الحيطه ويركبه قطر 6 الا تلت، هيعملها عادي باريحيه وما عندوش اي مشكله. فانت بعد كل ده لسه بتطبل له ولسه عندك ثقه فيه ولسه مش قلقان ولا خايف انه ممكن يبيعك تاني في قطر 6 الا تلت ويلبسك انت كمان في حيطه ويركبك انت كمان قطر 6 الا تلت. وانا كلامي في الفيديو ده مش دفاعا على ابو تريكه، ولا انا ضد ابو تريكه، انا ولا ضده ولا معاه، انا بس بوري لك اللي انت بتطبل له ده كان بيقول ايه على ابو تريكه اللي انت كنت ولا زلت بتحبه وبتعتبره اسطوره من اساطير النادي الاهلي عندك. فحاول تركز وبص على الصوره من بعيد، يمكن تفهم. انا خلصت، واختم بالجمله اللي انا دايما بحب اختم بيها: الزمالك وطن، دمت لنا فخرا ودمنا لك اوفياء. سلام.